مساء الفل على أحلى نجوم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من نجمة وبرج. ومعانا النهاردة توقعات برج الحمل للنص التاني من مارس 2025. ناس كتير بتعتبر شهر مارس هو بداية جديدة، وده مش غريب لأن الشمس بتكون في برج الحمل اللي هو أول الأبراج في الدايرة الفلكية، وده معناه إن الطاقات بتكون متجددة ومليانة نشاط. الفترة دي عندك مفاجآت كتير، تغيرات، فرص وتحديات. يعني لازم نكون مستعدين ونفهم تأثير الكواكب علينا عشان نعرف نستغلها صح. لو انت من مواليد برج الحمل او عندك حد عزيز عليك من البرج ده، يبقى ركز معايا لان التوقعات دي هتساعدك تاخد قرارات احسن وتفهم الفترة الجاية كويس. خليك معايا للنهاية لان عندك فقرة خاصة للحب، سواء كنت مرتبط او لسه بتدور على الحب. وكمان هنشوف تأثير الكواكب على شغلك وصحتك وعلاقاتك الاجتماعية. يلا نبدأ. النص التاني من مارس بيحملك طاقة حماسية جدا، كأنك واخد شحن التفاؤل واندفاع لقدام. الشمس موجودة في برجك، وده معناه انك في وقت ميلادك الفلكي، يعني عندك فرصة ذهبية عشان تبدأ حاجات جديدة، تخرج من أي قيود كانت مع الطلاق، وتاخد قرارات مهمة بخصوص حياتك. طب ايه هي اهم الاحداث اللي ممكن تحصل لك؟ هيكون عندك احساس قوي انك عايز تتحكم في كل حاجة، ودي حاجة ايجابية لو استخدمتها بحكمة. لكن حاول توازن بين الحماس والتفكير المنطقي. كوكب المريخ اللي هو كوكبك الحاكم هيكون في وضعية داعمة ليك، وده هيديك شجاعة وطاقة لإنجاز حاجات كتير بسرعة. بس برضو خد بالك من التسرع. عندك فرص للسفر أو حتى تغيير في مكان سكنك أو شغلك. لو كان عندك رغبة في التغيير، ده وقت مناسب تفكر في الخطوة الجاية. لازم تحافظ على توازنك النفسي، لأن اندفاعك وعصبيتك ممكن يسببولك مشاكل مع الناس القريبين منك. في الشغل عندك فترة مليانة إنجازات، وهتحس إنك قادر تسيطر على الأمور بطريقة أحسن. طموحك عالي وعندك قدرة على تحقيق النجاح، لكن خلي بالك من الضغط الزايد. لو شغال في وظيفة ثابتة، في احتمالات كبيرة انك تاخد منصب اعلى او تتحمل مسؤوليات جديدة، وده هيكون اختبار لقدراتك القيادية. ممكن يكون في بعض التحديات من زمايلك في العمل، لانك هتحس انك دايما عايز تفرض رأيك، فحاول تكون دبلوماسي اكتر يا حمل. المريخ بيدعمك في التفاوض، فلو عندك اجتماع مهم أو مشروع جديد، دي فرصتك عشان تثبت نفسك. أما لو عندك بيزنس خاص، فعندك فرصة لتوسيع شغلك أو دخول مجال جديد، بس لازم تدرس الخطوات كويس قبل ما تخاطر. الفلك بيقولك إن الحظ معاك في النص التاني من الشهر، فلو عندك يا حمل فكرة جديدة، دلوقتي هو الوقت المناسب عشان تبدأ التنفيذ. لو بتدور على شريك عمل أو مستثمر، ممكن يكون في فرصة حلوة تقابلك، لكن اتأكد من التفاصيل قبل ما تاخد أي قرار. أما عن الفلوس، فعندك فرصة إنك تكسب فلوس زيادة، سواء من شغلك الحالي أو من مصدر إضافي. بس خلي بالك يا حمل، لأنك ممكن تميل للصرف الزيادة على حاجات مش ضرورية، خصوصا في التسوق أو السفر. أفضل حاجة تعملها يا حمل دلوقتي إنك تخطط لمصاريفك وتحاول تحوش جزء من فلوسك لأي طوارئ مستقبلية. نيجي بقى لفقرة الحب، اللي دايما بتكون أكتر حاجة الناس بتستناها. لو انت مرتبط في النص التاني من مارس، في علاقتك العاطفية ممكن تواجه شوية تحديات، وده بسبب انك ممكن تكون عصبي أو عندك توقعات عالية من الشريك. حاول تكون أكتر تفهم وما تستعجلش في الحكم على المواقف، لأن بعض المشاكل هتتحل لو هديت نفسك وفكرت بهدوء. في لحظات رومانسية حلوة مستنياك، ممكن تفاجئ شريك حياتك بحاجة غير متوقعة تقوي العلاقة ما بينكم. لو في مشاكل بقالها فترة، ممكن يكون ده الوقت المناسب يا حمل عشان تتكلموا بصراحة وتوصلوا لحل. أما العازب، فالفلك بيقولك إن عندك فرصة قوية لمقابلة حد جديد، بس لازم تكون منفتح على التجربة. ممكن تقابل الشخص المناسب في مكان مش متوقع، سواء في مكان شغلك أو من خلال أصدقاء أو حتى عن طريق السوشيال ميديا. في احتمالية إن حد من الماضي يظهر فجأة، فلو كنت لسه متعلق بشخص قديم، ممكن يكون ده وقت المواجهة واتخاذ قرار نهائي. يا حمل، طاقتك عالية جدا، ودي حاجة
إيجابية طبعا، بس لازم تستخدمها بطريقة مفيدة. لو بتعاني من التوتر أو الضغط العصبي حاول تمارس اليوجا أو التأمل، أو حتى تاخد وقت راحة بعيد عن الضغوط اليومية. نظامك الغذائي محتاج اهتمام شوية يا حمل، خصوصا إنك ممكن تكون بتهمل الأكل الصحي وبتلجأ الأكل السريع بسبب انشغالك. شوية رياضة كده هيفرقوا معاك جدا، حتى لو مجرد مشي كل يوم لمدة نص ساعة. النوم يا حمل مهم جدا علشان تحافظ على تركيزك، فحاول تنظم وقتك وما تسهرش كتير. وبكده نكون خلصنا توقعات برج الحمل للنص التاني من مارس 2025. الفترة دي مليانة حماس، فرص، وتحديات كمان، وده وقتك عشان تخطط للمستقبل وتاخد خطوات جريئة. بس في نفس الوقت حاول توازن بين حماسك وبين التفكير الهادي علشان تحقق أفضل النتائج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا أحدث التوقعات أول بأول. استنوني في حلقات تانية عن باقي الأبراج، وقولولي في التعليقات ايه أكتر حاجة متحمسين ليها في النص التاني من الشهر. أشوفكوا الحلقة الجاية يا نجوم. باي باي.